مرحبا بكم معنا في سلسلة كيفاش حتى نصبوا عليك. هاد المرة نصابة مرا كبيرة ودايرة راسها طلابة وكتلبس حوايج مقطعين وكتجي تدق على الناس في الديور وكتطلب، ولكن هي كتشفر بالسماوي وكدي الناس رزقهم من بين يديهم ومن وسط الدار ديالهم وبالرضا ديالهم طبعا. كيهزوا داكشي اللي عندهم وكيسلموه ليها. هاد القصة دارت ضجة وبغيت نعاودها لكم باش تردوا بالكم وتبارطاجيوها مع الناس. ما عمرنا ما نثيقوا في شي حد، وإلا بغينا نصدقوا فالناس اللي ما فحالهمش راه كاينين في النواحي ديالنا قرابين منا، كنعرفوهم وكنعرفوا الحالات ديالهم. ولا بغينا نعطيوهم شي حاجه نعطيوها في المقربين اولا، حسن ما نعطيوها لشي حد اللي يقدر ينصب علينا ويدي لينا الرزق ديالنا من وسط دارنا. غنبدا لكم القصه من الاول. واحد المرة سميتها السعدية وراجلها سميتو عبد الكريم، مزوجين وعندهم جوج ديال البنيات، البنية الكبيرة في الباك والبنية الصغيرة باقا كتقرا في الرابع. السعدية وعبد الكريم خرجوا مشاو للعمل ديالهم وخلاو البنيات ديالهم في الدار. البنت الكبيرة راها كبيرة ومصاحبة مع الأم ديالها وكتعرف الشادة والفادة على الأم ديالها، فين كتخبي الذهب ديالها، فين كتخبي الفلوس ديالها، كل شيء البنت الكبيرة عارفاه. بقات هي واختها جالسين في الدار حتى كيسمعوا الدقان. هبطات البنيه الكبيره وحلت الباب، كتلقى واحد المراه كبيره وشارفه وحويجها مقطعين كتطلب وقالت لها عطيني شي حاجه في سبيل الله. البنت طبعا امها مقرصاها ومورياها، قالت لها الله يجبتي سيري لالا ما عندي ما نعطيك. ودخلات عاودت دقات عليها وتقول لها وعافاك بنتي واعطيني غير كاس الماء. البنت بقات فيها وقالت صافي كاس الماء ماشي مشكل. مشات جابت لها واحد الكاس ديال الماء وعطاتو للبنت، وتما السيده كتشرب في الماء وكتهضر مع البنت. تما البنت كتقول تما بديت كنحس براسي ماشي انا هي هذيك، حتى لقيت راسي مدخله المراه وجالسه معاها في الكوزينه كنجمعوا وكنهضروا. بقات كتعاود ليا على المشاكل ديال ماما اللي عندها مع العائله وداكشي اللي عندها، كلشي بحال كتعيش معانا وانا عينيا مغمضين وكنسمع ليها. بقات كتقول لي شوفي الام ديالك خاصنا نديروا ليها شي حاجه اللي تعاونها وتفكها من هاد المشاكل اللي كتعيش فيها، خصوصا الام ديالي كان عندها شي مشاكل مع الزوج ديالها، يعني السعديه وعبد الكريم كان عندهم بعض المشاكل بسبب العائله ديال راجلها. فالبنت تخشعات مع السيده وقالت راه هادشي اللي كتقول هاد السيده راه بصح. قالت لها شوفي باش نعاونوها خاصك انت تعاوني الام ديالك، غتمشي تجيبي ليا كاع الذهب ديالها والمسائل ديالها اللي مخبياها، وانا غادي ندير لها داك الشيء اللي غيفك لها هادشي كامل وغتولي عايشه مرتاحه. وبالفعل البنت مشات وهزت داكشي ديال الام ديالها اللي مخبياه، الذهب والفلوس صامصونيط عامره بكل شيء ليها، وجابتها للسيده وحلاتها ليها. فديك اللحظه وهي جالسه هي وياها في الكوزينه وكيهضروا، البنت الصغيره خرجت من البيت ديالها وجات وطلات عليهم وبقات كتشوف مزيان في هذيك المراه وما عرفاتهاش. قالت شكون هاد المراه اللي مدخلاها اختي وكتهضر معاها، ولكن البنت ما هضراتش معاهم. شافت المراه مزيان وعاودت رجعت لبيتها وبقات كتلعب في البيت ديالها. اما البنت الكبيره فبقات مع السيده وعطاتها كل شيء، وعطاتها شي كواغط وشي تخربيق وقالت لها غدي هادشي غتخبيه في البلاصه ديال هاد الذهب اللي كان عندكم، وراه الامور ديالكم غادي تفك ومشاكلكم كلها غادي تحل. بالفعل البنت خدات داكشي وداتو رجعاتو لبلاصه ديال الذهب ديال الام ديالها، والسيده فعلا خدات الذهب وخدات الفلوس وطارت من تما ما بقاتش بانت. البنت واحد شويه بدات كتحس براسها، بدات كتفيق من داكشي، بحال تصرفقات، حسات براسها دارت شي حاجه ماشي هي هذيك. مشات كتقلب في داكشي اللي عطاتها الاخرى اللي قالت لها سيري خبيه. مشات كتقلب كتلقى راسها عطيها شي كواغط وشي تخربيق، قالت لها حطيه في البلاصه ديال الذهب. بدات كتبكي وكتغوت وعيطات للام ديالها والاب ديالها اللي جاو في البلاصه من الخدمه ديالهم كيجريو. الام جات مشات قلبات في الشغل ديالها، كتلقى راسها مشى ليها كلشي وضاع ليها كاع داكشي اللي سنين وهي كتجمع فيه. عيطوا البوليس في البلاصه، البوليس جاو في البلاصه وداروا التحريات ديالهم وبداو كيحقوا مع البنت وكيقولوا ليها عاودي لنا القصه من الاول. البنت عاودت لهم القصه ولكن ما عقلتش على الملامح ديال السيده مزيان، كتدخل وكتخرج في الهضره، مره كتقول لهم راني كنت بحال ناعسه، مره كتبدا تبكي، مره كتقول لهم مره خايفه، ما عطاتهمش راس الخيط. ولكن من الزهر اللي عندها هي البنيه الصغيره. عيطوا عليها وقالوا لها واش ما شفتي والو؟ قالت لهم لا انا راني سمعت اختي مدخله شي مراه للدار وجيت وطليت على المراه وبقيت كنشوف ديك المراه وما عرفتهاش شكون هي، ورجعت للبيت ديالي. قالوا لي ها وصفي لينا المراه كيف ما شفتيها. قالت لهم المراه كانت لابسه واحد العبايه كحله ومقطعه من هنا وداك الشيء بالضبط كتعاود لهم البنيه.
وقالت لهم راه عندها واحد الوشام وعندها واحد الزبيبه في الوجه ديالها، وهي راها بيضه وعينيها زعرين وخارجه ليها واحد الخصله ديال الشعر صفراء من شعرها. هنا خداو دوك المواصفات اللي عطاتهم البنيه وبداو البحث ديالهم وكيقلبوا عليها. اول حاجه مشاو قلبوا كاع عند الذهبيه اللي كاينه في المنطقه كامله وسولوهم على داك الذهب ديال السيده اللي قالت لهم مشى ليا، فيه مضمه وفيه الشمار ديال الذهب وفيه السرتلات وفيه داك الشيء كله. فالذهبيه كلهم قالوا لهم ما جا عندنا حتى شي حد جاب لنا شي ذهب بهاد المواصفات يبيعهم، ولكن حنا غنردوا البال. فوصاوهم الشرطه وقالوا لهم ان فوا يجي عندكم شي حد بهاد المواصفات او اللي يجيب لكم شي ذهب مشكوك في الامر ديالو فغتواصلوا معنا. داز واحد 3 ايام حتى كيعيط عليهم واحد الذهبي، قال لهم راه جا عندي واحد السيد وراه جاب لي واحد الذهب اللي كثير وبغى يبيعوا ليا وباغي يبيعوا غير بثمن اللي يعني ما كيتشرطش عليه، وانا شكيت في الامر ديالو وقلت ليه تسنى ومشيت باش نعيط عليكم، ما بغاش يجلس وشك فيا وهز الذهب وطار غبر. ولكن راه من حسن الحظ ديالنا انني عندي الكاميرا في المحل والكاميرا راه شاده مزيان. فعلا جاو البوليس وخداو الكاميرات ومشاو فحصوا داكشي وقلبوا على السيد، وفي فتره قليله قدروا يتوصلوا ويعرفوا شكون هو. هاد السيد داخل خارج للحبس، ما كيجلش، دائما السرقه بالسلاح الابيض، ما خلى حتى شي سرقه ما دارها، ومؤخرا ولا خدام فهادشي ديال السماوي. اول حاجه داروا البوليس ما مشاوش ليه يشدوه في البلاصه، مشاو بداو كيراقبوه وكيشوفوا، بداو كيراقبوا السيد وكيحضروا وكيشوفوا التصرفات ديالو فين كيمشي وفين كيجي. هما عندهم الغرض يوصلوا الطلابه اللي دات الفلوس اللي دات الذهب للبنات. فبقاو كيراقبوه حتى واحد النهار كيبان لهم انه خدا واحد الطاكسي وغادي شاد الطريق، تبعوه من بعيد وحاضينه، نزل في واحد الغابه ومشى. جات واحد السيده اللي طلابه لابسه عبايه كحله بنفس المواصفات اللي عطاتهم البنت الصغيره، نزلات من واحد الهوندا وجايه هزه عنده واحد القفه، وبقات هي وياه جالسين شحال هما مجمعين. شويه مشاو تحت واحد الشجره وحيدوا واحد الحجره وبداو كيحفروا وخباو شي حاجه تما وردوا عليها الحجره. فديك اللحظه البوليس غيدخلوا غيمشيو ويشدوهم. ملي شدوهم حاولوا ينكروا، حاولوا يقولوا لهم راه حنا غير مجمعين راه حنا كذا، ولكن لانهم متلبسين والبوليس حفروا وجبدوا ديك الشيء اللي كانوا مخبيين تما كيلقاو الذهب بالاشكال والالوان. يعني بزاف الناس اللي كيتنصب عليهم، كاين اللي ما كيبلغش كاع، كاين اللي ما كيمشيش عند البوليس صافي كيكمدها في قلبه وكيجلس. داوهم وبداو كيحقوا معاهم حتى عاودوا ليهم كل شيء، وعاودت لهم السيده اشنو كدير وهذه هي الحرفه ديالها، وهذا السيد هو اللي خدام معاها. وملي كيخبيو الذهب تما كل مره كيجبدوا شويه بشويه وكيديه هو يبيعو وكيقسموه هي وياه بالنص. شوفوا الحبكه ديال القصه ديالهم، كيقول لي راسي الا درتي عنده يقدر يقرا عليك شي حاجه ولا يلوع عليك شي حاجه ونصدق عاطيه الفلوس داكشي اللي هازه في البسطام ديالي، اولا نقدر نمشي حتى لداري نجيب ليه داكشي اللي عندي في الدار كامل. مشيت وبقى تابعني حتى وصل للدار ديالي. ملي دخلت للدار بدا كيدق عليا في الباب كيقول لي لا لا بغيت غير نسولك ومالكي وبغيت غير نسولك. الله اعلم واش دوك الشياطين ديالهم ولا الجن اللي كيتعاملوا معاه كيعلمهم باننا هازين معنا شي حاجه ولا كيفاش كيديروا الله اعلم، ولا شك في داكشي اللي كنت هازه ولا الله اعلم. المهم هاد القصه كنعاودها لكم باش تردوا البال وما تثقوا في حد وما تحاولوش اللي ما كنعرفوش ما نهضرش معاه، واخا يهضر معايا ما نجاوبوش. علاش غنجاوبو انا؟ يقدر يقرا عليا شي حاجه ولا يلو عليا شي حاجه ونعود فما هي وما لونها. نتمنى تبارطاجيو هاد القصه، فالدال على الخير كفاعله. شكرا على المشاهده والى فيديو اخر باذن الله.